كنت من متابعي ومحبي مسلسل باب الحارة فبالتأكيد لاحظت الشبه الكبير بين بعض الممثلين والممثلات في المسلسل، وربما تساءلت لماذا يشبهون بعضهم إلى هذا الحد. ولكن هل فكرت يوما في صلات القرابة التي تربط بين هؤلاء النجوم؟ فإن لم تفعل فأنا هنا لأخبرك أن هناك صلات عائلية كثيرة بين عدة ممثلين في هذا المسلسل. لنبدأ بأساس هذا العمل الدرامي وهو المخرج بسام الملا، فهو ابن الفنان أدهم الملا أبو محمود في باب الحارة، وأخي الممثل مؤيد الملا أبو علي الذي ظهر في الجزء الثالث، وأيضا مخرج المسلسل هو والد سليم أدهم بسام الملا ووالد صفاء شمس الملا، وقريب الممثل الذي لعب دور عامل القهوة حدو زهير الملا الذي ظهر فجأة في إحدى الأجزاء وبدون داع درامي. ثانيا صباح الجزائري ام عصام تكون والدة هدى رشا التقي الحقيقية. ثالثا سامر المصري العقيد أبو الشاب هو والد ديبو عمر المصري الحقيقي. رابعا وفيق الزعيم أبو حاتم هو والد الحكيم حمزة براء الزعيم. خامسا معتز وائل شرف ابن الممثل صبحي الرفاعي أبو مرعي. سادسا الفنان محمد الشماط أبو مرزوق في باب الحارة هو والد الممثل سمير الشماط فتحي في باب الحارة. سابعا منى واصف أم جوزيف هي خالة الفنانة أم ظافر مرح جبر، وخالة والدة الفنانة دانا جبر جميلة في الجزء الثالث. أبو الحكم هيثم جبر هو عم مرح جبر، ومرح جبر بنت أختها دانا جبر. ثامنا الفنان عبد الهادي صباغ أبو حازم هو والد الفنان طارق الصباغ الذي لعب دور نزار في باب الحارة. تاسعا فادية خطاب أم رسمي في الجزء العاشر أخت أميرة خطاب أم أدهم. عاشرا أيمن زيدان أبو ظافر في باب الحارة شقيق الفنان شادي زيدان هلال في باب الحارة. وبعد أن عرفت كل هذه المعلومات يأتي بعض الأشخاص ويقولون أنه يتم اختيار الممثلين والممثلات بحسب موهبتهم، والواسطة ليس لها دور في اختيارهم.